السلام عليكم، هلا والله شباب، شلونكم؟ ان شاء الله طيبين. وياكم احمد من قناه عراقه جيمر. اليوم هنا فيديو جديد. طبعا هذا الفيديو شرح شلون تخلي صوره مصغره للفيديو، الفيديوهاتك على اليوتيوب. طبعا طريقه وشلون تفعلها الخاصيه هاي اذا ما عندك. وطبعا طريقه سهله ومضمونه، والطريقه من الاندرويد ومن الموبايل وواضحه وما بيها اي شيء. طبعا طلبوها مني بعض الشباب وهذا شرح لعيونهم. طبعا شو تسوي؟ تروح على متصفح. اول شيء تحمل الصورة اللي تريد انت تخليها بالفيديو او تسويها ببرنامج الفوتوشوب. بعدين ثاني شيء تروح على المتصفح الانترنت اللي عندك بالجهاز، تضغط عليه وراح تطلع لك الصفحة مالته. تروح فوق تمسحها، تشكل كتابة فوق، تروح تخليها هذا فارغ، بعدين تكتب www. بعدين راح يطلع لك www.youtube.com، تدوس عليها راح تطلع لك صفحة اليوتيوب الرئيسية. بعدين الخطوة الثانية، هاي أول خطوة. الخطوة الثانية شو تسوي؟ بعد ما تطلع لك هاي الصفحة مال اليوتيوب، تدوس خيارات من هنا، هاي الخيارات مال بالجهاز، وراح تطلع لك هاي الخيارات. تختار هذا الخيار على سطح المكتب. هذا الخيار على سطح المكتب تحط عليه صح، وراح يعني تطلع لك على سطح المكتب نفس الحاسبة يصير. حتى يسهل لنا الطريقة. وهاي الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة شو تسوي؟ هسه بعد ما تطلع لك هاي الصفحة، آه، بعد ما تطلع لك هاي الصفحة، شو تسوي؟ تروح على هاي الفوق العلامة، أو ورا ما تسجل حسابك اللي هو حساب قناة، تسجله هنا باليوتيوب. بعدين ورا ما تسجله تطلع لك هاي الصورة مال حسابك فوق. صورتي فوق هاي، بس ما أقدر أقرب لين تروح. هاي الصورة بصفة جرس فوق، على اليسرى فوق. تدوس عليها واكو مربع راح يطلع لك مكتوب به استوديو المبدعين، مبدعي المحتوى. راح تدوس عليه راح تطلع لك صفحة. طبعا ورا ما تدوس على هاي مال الاستوديو، استوديو مبدعين المحتوى، راح تطلع لك هاي الصفحة اللي بيها كل الفيديوهات اللي انت ناشرهم بالقناة. طبعا اذا تريد تضيف صورة، تدوس على اي فيديو، مثلا فيديو بالقناة ما عندك بيه صورة، ما عندك يعني فيديو بيه صورة. هسه انا اول فيديو ما عندي صورة بيه. تروح علي اللي هو الفيديو اللي ما بيه صورة. هسه راح يطلع عن كل الفيديوهات اللي عندي بالقناة ناشرهن. تروح عليهن. هسه شوي ننتظر، بس ثواني خليه يطلع. شوي الانترنت اليوم ضعيف مرش بيه، ما علينا. هسه المهم بس خليه تطلع. اي طلعت لك، تطلع لك الفيديوهات اللي ناشرهن بالقناة انت كلهن. تروح على الفيديو اللي تريد تضيف له صورة مصغرة. شلون دني هسه انا ضايفهن كلهن، دني ضايف لهن صورة، بس ما عدا فيديو واحد اللي هو هذا. دوس عليه تعديل، هاي مكتوب تعديل، دوس عليها تعديل. راح يطلع لك اذا تريد تعدل الفيديو، دوس على انترنت هو نفسه. هسه مثلا هذا الفيديو انا ما عندي بصورة مصغرة، لا مو هذا، مو هذا. خلينا نرجع. مو هذا. هسه راح اطلع لكم اياه. هسه بس يطلع ثواني. مو هاي الايقونة مال الصورة المصغرة، اذا تضيف صورة للفيديو ما تطلع لك بعد. فعندي فيديو اني هسه هذا مضيف له صورة. احاول اشوفه، خلنا نشوف هذا. تروح على هاي التعديل، تدوس عليها مرة واحدة الانترنت وراح تطلع لك صفحة مال التعديل. طبعا الخطوة اللي وراها شو تسوي؟ راح يطلع لك الفيديو اللي تريد تضيف له صورة. هاي مكتوب صورة مصغرة مخصصة، والحد الأقصى لحجم الملف 2 ميجا بايت. طبعا إذا واحد دخل يعني على هاي وكمل كل الخطوات بس ما طلعت له هاي المربع، شو يسوي؟ هسه أقول لكم شو يسوي. إذا تريد تضيف صور، دوس صور مصغرة وراح تطلع لك ملفاتي. تطلع لك هاي ملفاتي، وتختار الصورة من اللي تريد انت تخليها بالفيديو. تو اشوف وين خزنتها بيا ملف، تختارها وتخليها للفيديو. طبعا الصورة لازم انت تعدل حد الاقصى لحجم الملف. طبعا اذا انت ما طلع لك هذا الخيار، سويت كل الخطوات وما طلع لك هذا الخيار، ترجع شو تسوي؟ ترجع على هاي الصفحة مال الفيديوهات. ننتظر شوية بس يحمل ثواني. تطلع لك هاي جارة تحميل، ما عليك بين الفيديوهات راح يطلع لك.
تروح على هاي من هنا، تنزل هيجي، تروح على القناة، هاي مكتوب القناة، هذا خيار القناة، تدوس عليه، خيار القناة تدوس عليه ودوس على الانترنت مرة واحدة، وراح تطلع لك التعديلات مال القناة يعني إذا تتعدل. واكو خيار هنا، هذا الخيار تحقق الدخل، هذا الخيار يعني حاطين عليه علامة خضراء يعني معناتها تمكين مسوي له. يطلع لك مربع شلون هذا مكتوب عليه تمكين. انت شو تسوي؟ تحقيق الدخل، هذا الخيار هذا تحقيق الدخل، تدوس عليه تمكين وتدوس موافق، تطلع لك هنا جوا موافق. المهم تدوس عليه تمكين يعني تسوي هاي الخاصية، تدوس عليها تمكين، وان شاء الله راح تصير وياك. وبعدين ترجع تسوي له رجوع من هنا ورا ما تدوس تمكين على هاي تحقيق الدخل، ترجع وتطبع على الفيديو، وان شاء الله راح يطلع لك هذا المربع اللي مكتوب صور مصغرة مخصصة، وراح تضيف الصورة و... وتسوي يعني اي صورة تريد تضيفها. بس المهم الصورة ما تعدى 2 ميجا بايت، يعني صورة صغيرة مو كلش هاي صور كبيرة. طبعا لهنا وصلنا لنهاية الشرح. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة. وهذا شرح بسيط يعني شلون تطلبوه من عندي، واني ما اقصر ان شاء الله وياكم. اي شرح تريدونه اكتبوا لي بالتعليقات، واي لعبة تريدوها اكتبوا لي بالتعليقات، وان شاء الله ما اقصر وياكم. وبنهاية المقطع كان معكم أحمد من قناة عراقي جيمر. وإن شاء الله ما تنسون اللايك إذا عجبكم الشرح، والاشتراك بالقناة إذا ما مشترك. وكان معكم أحمد من قناة عراقي جيمر. مع السلامة.